أحرص على أن أمر الهدار قبل التنفيذ ثم أروح إلى الميدان. أتبت خير. حرصت أن أسولف هذا الموضوع أمام هالمسؤولين العرب اللي استضافيتهم في هذا الدار. هذا الدار انضرب بأم المعارك. كان واضح أنه أحد العرب اللي استضافينا في هذا الدار أنطى هذه الأهمية لهذا الدار، وفي تصور خائب أنه يعني أم المعارك ممكن أنه يكون أنا أيضا موجود بهذا الدار. الشغلة اختلفت وهير حكي يا صناديد العرب يا مقابس الظلام مختمين بالمهجة وحامل الطريق. يا صناديد العرب يا مقابس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أجاوب باش الصغير على قولي. نعم جاوبوا. أجاوب على الوجه. جاوبوا عافية. الله يا هجوسي لبن المساء سرها لابوك لابو بحرها سرها. اقدح اقدح من زنادك ما قد حشرها واقدم اقدم دام راسي طرح من حرها. اطرح اطرح دامها عندي من صم الوسال عندي ربعي وافتخر يوم بشعري سرها. اطنخ اطنخ دامها عندي من صم الوسال عندي ربعي وافتخر يوم شعري سيء وارويكم والعرب عندها ترحيب حار. ارحب ارحب عندي رب. كتبوا من 39 صاروخ من يطلق 40 وعلامة استفهام. Patriote, bordel de merde. C'est parti, ça tombe là-bas, putain de merde. Oh là là là. في محلاتها حكم بدا يجاوز على الدار الدواحي قابليه. مرحبا بالليله فالحفل ضوي مرحبا يا غنى والنار. أما الذي تميز به صدام عن كل حكام العرب، ولست أدري متى يأتي أحد الحكام لكي يصل إلى ما وصل إليه، فصدام هو الرئيس الأول في دنيا العالم الذي سلط صواريخه على تل أبيب. صدام لم يهدد ولكن ضرب تل أبيب بصواريخه وسقطت في العاصمة الصهيونية. صدام حسين رحمة الله عليه هذا الرجل. في إسرائيل يريدون رئيس جبان مثل بشار الأسد ليكون في سدة الحكم. شوف ايش كثر بدأوا يهينوهم. بدأت المهانة تصير على المستوى المكشوف المفتوح. كافي ضعف. ينبغي أن يوضع حد للصهيونية. والله لن خلى النار تاكل نص إسرائيل. يا قوم يا تاريخ حكام بغداد مهما كبرت ولا سامي كبيرة. حرخ بنجار شان ثلاثي أفعال مترامية الأطراف في كل ديرة. مغارب الفرسان وطلال الأمجاد يبقى لها فعما قال احتاد سيرة. إذا نجدد الجبهة بدماء جديدة حتى يقبل أو يركع. إن لم يقبل بما هو حق سيركع مرغما سيركع مرغما سيركع مرغما ليقبل بما هو حق. أن الجبال الراسية حن المحيط الياطمة صاحت الغيدالنا نرمى العمايم للسماء نقلط على المتلحمة نارد على حضر. بعد سقوط نظام صدام حسين انهالت بدل ما ميزانية العراق 3 مليارات دولار النفط مقابل الغذاء، اجى البديل شنو؟ انفتاح وحرية وما ادري شنو كذا، وانشالت العقوبات عن العراق، صارت ميزانية العراق 140 مليار. بدل ما يوزعوها السياسيون على الشعب العراقي بالتساوي والتراضي ويخدمون ويبنون ويعمرون، سرقوا الاموال. في زمن صدام ما كان وزير يجرأ يسرق،
لا شيء غير السيف، لا شيء غير السيف. يا صناديد العرب يا مقابس الظلام محتمين البدء هجاء وحامين الطريق. يا صناديد العرب يا مقابس الظلام محتمين البدء هجاء وحامين الطريق. يتنازلون عن رمزهم. وأقول إلك ولبوش الصغير ذاك أبوه الشلب الأكبر منه ما قدر يزيحه صدام حسين، فالأصغر منه سيسحب. دح من زناتك ما قد حشره واقدم اقدم مراسي طرح من حره. اطرح دامها عندي من صم الوسار عندي ربعي وافتخر يوم شعري سرار. وهمتكم شو صوتكم ناطري مو طول. يا حسرتي يا وجودي يا كسر قلبي وعودي عليه الأحواج وداعا ولا يسقي وداعا. انطوهم ما يابا اللي يريدون كل شيء وفروا لهم. ايش طلعت؟ صوم الاحترام ما ينفرض بقوة سيد رؤوف. اسكت انت مثل ما سكتنا عن نفسك. والله انت موقوف بهالشده والعنفوان. اسمه برزان. انت موقوف بهالشده والعنفوان. برزان وتعرف. والخوى الحماس لدله لا غدا العلم خله والحمل منه نشله لا تقدم كل عايل حمل زبط يلوي ما حدا نرحم ولوي لا تقدم كل غوي دانه اسيوف صقايل والعباله ما حد. عبد الحميد محمود الخطاب التكريتي اختزل اسمه ليعرف بعدها بعبد حمود. رغم قرابته البعيدة من صدام حسين إلا أنه بدا أقرب المقربين إليه. ذاع صيته في الأوساط الشعبية إبان حكم النظام الدكتاتوري، فإن عبد حمود يده اليمنى، وهذا يغني عن التعريف. حكمت المحكمة على المدان عبد حميد محمود خطاب بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة. يا صاحبي عود الوصل مفقود يا وجد حالي القلب مجروح يغلى من الروح يا راس مالي. يا صاحبي عود الوصل مفقود يا وجد حسين إلا أنه بدا أقرب المقربين إليه. ذاع صيته في الأوساط الشعبية إبان حكم النظام الدكتاتوري، فإن عبد حمود يده اليمنى، وهذا يغني عن التعريف. حكمت المحكمة على المدان عبد حميد محمود خطاب بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لأحكام المادة. يا صاحبي عود الوصل مفقود يا وجد حالي القلب مجروح يغلى من الروح يا راس مالي. يا صاحبي عود الوصل مفقود يا وجد حالي القلب مجروح يغلى من الروح يا راس مالي. أشواقي العين إلا عندكم إياه على أبو شوارب. الجلسة السابقة بإحضار المتهمين المجرمين أمام لا 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 هم متهمين لهم كامل الحقوق. تشطب كل الألفاظ، تشطب كل الألفاظ والصيغ والعبارات الخارجة عن صدد هذه الدعوة. أخي اسمح لي، احنا شلنا بالامريكان، احنا امام محكمة عراقية بقرار عراقي لا مو بقرار عراقي، بقرار امريكي. لا ما بقرار، لا قرار امريكي. هي وقانون إذا تبقون أنتم أشرار
ما نسمح لك. نعم هذا حقي يا أخي. ما نسمح لك. أنت لا نسمح لك التجاوز على لا تجبرني يعني هذا حقي. ما أجبرك بس ما نسمح لك. هذا حقي. كما إخراجه من القاعة. العراقي يحترم الكبير بالسن. أنا 35 سنة أقولكم تقول اخرجوه. يعيب عليك. أنا قاضي. يعيب عليك. ماكو فايدة. ليش يا اخوي اذا انت مواطن عراقي ماكو يا عراقي غير دافع حقك يا عراقي. هاي جنسية العراقي. هاي جنسيته العراقي. لا هاي جنسية العراقي يا عراقي. قلبي تدمر مثل ما دمروا بغداد في فجر خالط حماره مع تسواده ما طرف النوم عيني ولا هنيت رقاد همي لحافي وضيق صدر لو ساده عزاه يا جرح قلبا ما براه ضمات فوق الجروح العطيبه نار وقاده عزاه يا جرح قلبا ما براه ضمات فوق الجروح العطيبه نار وقاده. يا طول صبري من الهجران